والله ما انا عارفه يا ابني، كل يوم على الموال ده بقوم كل يوم مفزوعه، افضل اصلي واسبح. بقالي شهرين على الموضوع ده. وحيد الله يا خالتي، بس ليه العياط بس؟ عايزه افرح بيوسف ابني قبل ما اقابل وجه كريم. لا بعد الشر عليك يا خالتي، ده كلام برضه. ان شاء الله تشوفي عياله وعيال عياله، ما تقوليش كده. يا رب يا ابني، مش انا اللي بقول ده، الاشارات هي اللي بتقول كده. العمر الطويل ليكي، العمر الطويل يا خالتي. مش عارفه، عايزه افرح بابني، عايزه افرح بابني قبل ما اموت. يا خالتي طب قولي لنا نقدروا نعملوا لك ايه واحنا تحت امرك. والله يا ابني انا اخترت شادي اختكم، بس انا ما رضيتش افتحكم في الموضوع عشان ما كانتش الظروف تسمح. كنتوا زعلانين وكده، لكن دلوقتي الحمد لله رب العالمين الظروف بقت كويسه، طمنت على بنتك، وكمان حنا عايشه الحمد لله رب العالمين، فقلت اقول لكم. طب يا خالتي يعني انت ام الاصول كلها وتفهمي في الاصول اكتر مننا، والاصول بتقول لازم نرجعوا للبنت شاديه ونسالوها. يا اخويا الدين بيقول كده طبعا. انت للشهاده خضر. شاديه، شاديه. شاديه. شاديه خالتك شديده، عايزاكي لابنها يوسف بتاع امريكا على سنه الله ورسوله. ها قلتي ايه؟ لا ما فيش قول بعد قولكوا طبعا. لو النبي. برضه مش هنلاقي احسن من الست جديده يعني علشان نناسبها. ربنا يخليك يا خضر يا ابني والنبي. يبقى انا موافقه. خلاص شوف يا خضر وانت الكبير حدد ميعاد. خلاص نحددوا الميعاد ان شاء الله على اخر الاسبوع اللي جاي. لا الاسبوع اللي جاي ايه؟ انا عايزه افرح بيه، عايزين نقرا الفاتحه النهارده. ازاي خالتي بس النهارده هنتصور الموضوع قام كده يعني. طب والله ما منزل لك كلمه، وهنفرحوا النهار. خلينا نفرح يا عم، في ايه بدل الهم والغم اللي كنا فيه. يا رب يخليك يا ابني، ربنا يخليك يا نصار. خلاص مش انا اللي هعجن عليكم فرحتكم، يبقى نفرحوا الليله دي. الف بركه الف بركه، ازغرط من قلبي بقى. مبروك يا شادي.